فيلم النهاردة بيبدأ مع شركة فورتكو، شركة الأمن المسؤولة عن تأمين عربياتنا للفلوس في مدينة لوس أنجلوس كلها. وده بقى إتش، الشخص اللي رايح يقدم على وظيفة في الشركة، وبيقابله تيري المسؤول عن الشركة، وإن الشركة بتتكون من 12 عربية مصفحة بتنقل في اليوم الواحد 12 مليون دولار، والعربية بيبقى عليها 3 حراس وهم السواق وعامل الاتصالات وحارس خاص بالفلوس. وبعد كده إتش بيقابل بولت، وده المسؤول عن تعيين الحراس في الشركة، وبيكون معجب بالسي في بتاع إتش جدا، وبيقوله إنه مبهر، وبيقول له خسارة فعلا إن شخص زيك الشركة اللي كان شغال فيها قبل كده تقفل ويضطر إنه يدور على شركة تانية. وبينبهه تيري إن فورتكو خسرت حارسين من فترة بسبب سطو مسلح، بس العصابة هربت ومش لاقيينها لحد دلوقتي. وبيبدأ إتش اختبارات تعيينه في الشركة مع بولت من حيث لياقة بدنية وسواقة وغيرها من الاختبارات، وبيقدم إتش مستوى متوسط وبيجيب في الاختبارات 70%، وبيتعين بالفعل في الشركة، وبيعرفوا بولت على زمايله، وبياخد أول عملية ليه وبيكون معاه بولت وديف اللي بيقوله إن الشغلانة دي خطيرة جدا وإنهم في الشغلانة دي الفريسة مش العكس. وبعد كده بيطلعوا بالعربية والعملية بتتم في هدوء تام. وفي طريقهم للشركة بولت بيقول لإتش إن جون رجل الأمن مش هيسمح إن العربية تدخل من باب الشركة إلا لو شاف السواق والحارس. بيخلص إتش أول يوم ليه في الشغل وبيروح يمضي للانصراف، لكن أثناء ما هو بيمضي بيقف قدام أسامي الحراس كلهم وبيفضل يبص لهم أكنه بيقراهم. وبعد كده بيخرج مع زمايله في الشغل عشان يسهروا في صالة بلياردو، لكن بيبدأ جون إنه يجر شكل إتش، وبيبدأ إنه يسأل أسئلة تضايقه عن مكان شغله السابق وعن ماضيه، لكن طبعا إتش بيرفض إنه يتكلم عن أي حاجة وبيلتزم الصمت لحد ما بيمشوا. وبيطلع إتش تاني عملية ليه مع بولت ودايف اللي بيكون مش حابب إتش من أول يوم ليه وعايزه يمشي بأي طريقة، وبيكونوا هما الاتنين مستنيين في العربية، وفجأة بيسمعوا في اللاسلكي صوت واحد بيهددهم إنه هيقتل بولت لو ما اتحركوش على المكان اللي هيقول لهم عليه حالا. وهنا بيترعب ديف ومن غير ما يفكر بيبقى عايز ياخد العربية ويرجع بيها على الشركة، لكن إتش بيرفض الكلام ده وبيقوله إنه يعمل زي ما الراجل قاله ويروح المكان، وفعلا بيوصلوا المكان اللي قالت عليه العصابة، وبيلاقوهم ماسكين بولت وبيهددوهم لو ما حطوش الفلوس في عربيتهم هيقتلوا بولت ويقتلوهم هم كمان. وبيسمع إتش الكلام وبيبدأ إنه يحط الفلوس في شنطة العربية، لكنه بيرمي شنطة بره العربية بالقصد. وأول ما بينزل فرد من العصابة علشان يجيب الشنطة اللي وقعت بيقتلوا إتش هو وكل أفراد العصابة بمنتهى السهولة. وبتحس إن إتش بيضرب الطلقة بتبقى عارفة طريقها لأنه ما بيغلطش في ولا ضربة. وبعد ما بيخلص على أفراد العصابة واحد واحد بيبص بيشيل من على وشهم الأقنعة كأنه بيدور على شخص معين لكنه مش بيلاقيه. بعد كده بيطلع إتش وزمايله على الشركة من غير حتى ما يتخربشوا، وبيتحقق معاهم وبيكونوا مستغربين جدا ازاي شخص واحد زي إتش عدى الاختبارات بنسبة 70% بس قدر انه يقتل 6 أشخاص لوحده وبطلقات دقيقة جدا بالشكل ده. فبيقول لهم إتش انه ما كانش قدامه اختيار يا يقتل يا يتقتل، فده زود من تركيزه وخلاه يقدر ينقذ زمايله. وبعد كده بيشكر صاحب الشركة إتش على إنقاذه للشركة، لأن الشركة لو كانت اتعرضت للسطوين في شهر واحد كانت ممكن تتقفل. وبيمشي إتش من الشركة وبيطلع على بيت صاحبته اللي بتكون محضره له كل ملفات حراس فورتيكو وصور لتشريح جثة، ولحد دلوقتي بنكون مش فاهمين أي حاجة ولا هو بيعمل كده ليه. وبتعدي 3 شهور والعربية اللي بيبقى فيها بتتعرض لسطو للمرة التانية، وكعادة إتش بيفضل هادي ولا كأن حاجة بتحصل لحد ما العصابة بتزرع جهاز غاز في العربية بتاعتهم علشان تجبر بولت وإتش إنهم ينزلوا. وفعلا بينزل بولت من العربية وبينام على الأرض، وبينزل إتش وهو مغطي وشه عشان يقدر يتنفس، لكنه أول ما بيشيلها وبتشوف العصابة وشه بيبان عليهم ملامح الرعب وبيهربوا بأقصى سرعة. بيرجع إتش الشركة وبيتحقق معاه، وبيكون تيري مش فاهم برضه إيه اللي حصل، وبيتم ترقية إتش نظرا لمجهوداته. وبنرجع في الزمن 5 شهور وقت ما بيكون إتش وابنه دوجي خارجين مع بعض، وبيجيله تليفون من مايك اللي بيشتغل معاه ويطلب منه إنه بس يراقب عربية نقل الفلوس بما إنه أقرب واحد ليها، وبيبقى كل المطلوب منه إنه يقول لمايك إن العربية اتحركت على شركة فورتيكو لأنهم بيكونوا ناويين يهجموا العربية في وقت تاني والمفروض يعرفوا تحركاتها. وبيوافق إتش وبيبلغ مايك فعلا بمكان العربية، بس وهو داخل على العربية بيلاقي إن العربية حصل عليها سطو، وبيكون دوجا ابنه أقرب واحد للسطو لحد ما واحد من العصابة بينزله من العربية وبيأمره إنه ينام على بطنه، وبيجري عليه بابا إتش لحد ما الشخص ده بيقتل دوجا وبيضرب نار على إتش وبيقع على الأرض وهو باصص لوش الراجل اللي قتل ابنه. وبعد 3 أسابيع بيصحى إتش في المستشفى وبيعرف إن ابنه دوجا مات،
وبيقرر انه مش هيسيب مكان في المدينة الا وهيدور فيه لحد ما يلاقي اللي قتله، لحد ما مايك بيقوله ان عملية السطو اللي حصلت ما كانتش هتحصل الا لو كان في حد من جوه شركة فورتوكو كان بيساعد العصابة، ومش هتقدر تكتشف مين هو الشخص ده الا لو ليك حد شغال جوه الشركة. وهنا بيقرر اتش ان هو اللي هيشتغل في الشركة. وهنا نروح للعصابة اللي قتلت دوجا، ودول عبارة عن مجموعة من الأشخاص اللي رافضين الوظائف اللي هم فيها، وبيقرروا إنهم يقوموا بعملية سرقة صغيرة، ولما بتنجح بيطمعوا وبيعملوا التانية وبيخططوا للتالتة، وهي سرقة العربية اللي بتنقل الفلوس تبع شركة فورتوكو. وبيلبسوا لبس عمال وبيستنوا عربية الفلوس تطلع من الشركة، وهنا بيتم السطو عليها، وبيكون واحد اسمه جان هو المسؤول عن مراقبة الحراس وإنهم ما يتحركوش عليه. لكن واحد من الحراس بيقاوم وبيهجم عليه فبيقتله جان هو واللي معاه، وبما ان دوجا شاف اللي حصل وشاف وش جان فبيقتله هو كمان. بنروح بقى لوقتنا الحاضر وبنشوف العصابة وهي بتخطط لأهم وأكبر عملية ليها، وهي سرقة شركة فورتوكو نفسها، وده عن طريق سرقة الفلوس اللي في كل العربيات بعد ما بتتجمع جوه الشركة، وده بيكون يوم الجمعة. والعملية دي تقريبا هتبقى سرقة حوالي 150 مليون دولار، وانهم هيستعينوا بصاحبهم اللي جوه الشركة. وبيكون اتش وبولت بيتحركوا بعربية من بتوع الشركة، فبولت بيقول لاتش ان ليه شوية اصدقاء كده بيساعدوه وبيساعدهم من وقت للتاني، وده عن طريق انه يدلهم على اكتر عربية فيها فلوس وعليهم هم الباقي. وفي واحدة من العمليات دي هتحصل النهاردة، وانه مش عايز يقوم باي شيء متهور او اي عمل بطولي لانه مش بيهزروا، كمان لان المسدس اللي معاك مفيهوش ذخيره فبلاش اي حركه متهوره. وبيوقف بولت كاميرات العربيه وبيدخل جراج علشان ياخد منه افراد العصابه جوه العربيه، وبيطلعوا للشركه وبيبداوا عمليه السطو بتاعتهم، وبيوقفوا فرد من العصابه علشان يحرس اتش علشان ما يسببش اي مشاكل. لكن جون بيضرب الانذار، وهنا بتبدا المعمعه بين افراد العصابه وحراس فورتوكو، وبيقدر اتش انه يقتل اللي بيراقبه وبيخبي الموبايل بتاعه في شنطه من شنط الفلوس بتاعه العصابه، وبتقدر العصابه بكده انها تنفذ خطه الهروب بتاعتهم. لكن جان بيخونهم كلهم وبيقتلهم عشان ياخد الفلوس كلها لنفسه بما فيهم الشنطه اللي فيها موبايل اتش. ولما بيروح جان البيت وهو فاكر انه هيبقى اسعد شخص في الكون، بيتفاجئ باتش قاعد وراه وبيرمي له تقرير جثه علشان يقراه، فبيقرا ويقول ان الرصاصه الاولى والثانيه كانت في الرئه اليمين، والثالثه والرابعه اخترقت الكبد، الخامسه والسادسه قسمت القلب. وبيكون ده تقرير جثة دوجي ابن اتش، وبيبدأ اتش انه يضرب جان في نفس الأماكن اللي مكتوبة في التقرير وبنفس الترتيب، وبينزل يركب عربيته مع واحد من رجالته وبيمشي.